أهلا بكم مدعمين في قصة جديدة. زي ما أنا معودكم قصص الفترة دي من أحداث حقيقية. القصة دي بالذات في شاب صغير بعتها لي، قدر قهوتك ملهم منك ليه وطفي النور علشان أنت دلوقتي مع رابع خميس. الحكاية تبدأ يا ملهمين مع شاب واسمه كريم عنده 15 سنة، يعني سنه مش كبير أظن. الحكاية بدأت معاه لما في يوم كان بيعمل كوباية قهوة في المطبخ، كان ماسك حتة قماشة عشان يمسك بيها الكنكة من على النار. عشان انت ملهم منك ليه، أكيد جربت قبل كده وانت بتعمل قهوة الكنكة بتبقى سخنة ازاي. فمن حظه السيء إن النار مسكت في حتة القماشة دي وهو بيشيل بيها الكنكة من على النار. علشان النار تزيد معاه بسرعة غريبة وهو بيبص فيها، يلمح حاجة غريبة في النار اللي ماسكة في القماشة، أكنه شاف عيل صغير كأنه قاعد في أوضة، أو بمعنى صح في ركن جوه الأوضة، قاعد وخايف وضامن رجله على صدره. بس كريم ما كانش شايف ملامحه كويس، وباب الأوضة يتفتح فجأة علشان كريم يشوف إن الواد واقف في مكانه وقرب من ناحية الباب وهو خايف، وخرج علشان كريم يحس برعشة كبيرة أوي وبعد منها قاطع. كريم حد وهو بيقول يا ابني انت بتعمل ايه؟ النار ماسكة في القماشة. الجملة دي فوقت كريم لأن النار كانت خلاص يعتبر مسكت في صوابعه. فجري كريم على الحوض وحط ايده في المية ورمى القماشة في المية عشان يبص لوالده اللي قال له الجملة وفوقه، عشان يقول له معلش يا بابا النار مسكت فيها وأنا بصب قهوة بالغلط. علشان الأب يسقف بكف على كف وهو خارج من المطبخ. وكريم بقى واقف مش عارف يفسر اللي هو شافه ده، وكان فاكر إن الموضوع هينتهي لحد هنا، بس مش ده اللي حصل مع الأسف. كريم بقى يشوف الولد ده كتير في كذا مكان، هو بيشوفه هو أبو نايم بيحلم بيه، بيبقى واقف باصص في الأرض وفي زي ناس كتير حواليه كلهم بيبصوا عليه بصة ضيق وقصد. وساعات بيشوفه وهو واقف في ركن جوه أوضة، بس هو مش بيشوفه المرة دي وهو نايم، لأ، كريم بيشوفه وهو صاحي واقف نفس الوقفة وباصص على الأرض. وبعدين اختفى فجأة. الموضوع كان غريب أوي على كريم، بس كان دايما بيحاول إن هو بيقول إن دي مجرد تهيؤات مش أكتر، أو تأثير وهمي بسبب اللي شافه في النار وكده. ده إذا كان كريم شاف حاجة فعلا، وإن ده كمان مش مجرد وهم وخيال. بس لحد دلوقتي ده مش غريب، والأغرب في اللي جاي. كريم في يوم صحي من نومه على صوت عياط علشان يصحى ويشوفه واقف قدامه في ركن الأوضة، وكان عمال يعيط وجسمه بيترعش، وكان قاعد خايف أوي يا أبو الإيمان. هو مين ده أصلا ولا إيه ده؟ بس برضه راح بسرعة، بس ما اختفاش على طول، لأنه ظهر وبرضه صحى كريم للمرة التانية على صوته. بس المرة دي مش صوت عياط، هو صوت همس كريم مش فاهمه. علشان كريم يقوم يتعدل ويقعد على سريره ويحاول يسمع ايه ده، علشان كريم يلمح شخص واقف جنب ودنه اليمين زي خيال أو جسم شخص كريم هو عارفه كويس. علشان يتنفض كريم من مكانه، بس برضه الشيء ده اختفى برضه. ومن يومها يا ملمين كريم بقى يسمع صوت الحمس كتير وكتير وكتير، لأنه بقى يسمعه حرفيا كل يوم وكذا مرة، وبقى يفهم الهمس ده. ومش هنا المشكلة إن صوت الهمس ده بقى يحركه أو بيتحكم فيه غصب عنه بمعنى أصح. وكريم مش هو اللي لاحظ كده، لأنه كان بيسمع الهمس بس وكان فاكر إن هي مجرد أصوات مش أكتر. لكن اللي لاحظ ده يا مجنون هو أبوه وأمه. علشان كريم يسمع صوت الهمس في يوم ويقوم من مكانه علشان يطلع من الأوضة بتاعته اللي كلها همس ويدخل أوضتهم، عرف هو يقصد مين من غير ما يقول. والهمس ده ملحقش يكمل علشان كريم ساعتها يسمع حد بيقول له مالك يا كريم واقف كده ليه؟ كان صوت أبوه. واكتشف كريم إن هو واقف قدام أوضة أمه وأبوه، أكنه يا ملهمين كان ماشي في نومه وقعد يقول أنا وصلت هنا إزاي؟ أنا مش فاهم أي حاجة. علشان كريم يرد على أبوه ويقول له أصل سمعتك بتنادي يا بابا، وبعد كده راح سابه راح مشي. كريم بقى رايح أوضته هيتجنن، إزاي شوية همس يتحكم فيه ويوصله لأماكن هو مش فاهم وصلها إزاي، أكنه بالظبط بيسمع أوامر وإن هو بينفذها. كريم ساعتها بدأ يخاف من الشيء ده ومن نفسه، علشان هو كذا مرة يعمل حاجة هو مش مدركها. مرة فتح الغاز مش سايبه علشان يفوق من الهمس اللي هو فيه ده ويلحق نفسه قبل ما يغمى عليه بسبب الغاز، ولحق يقفله. مرة لقى نفسه بيحرق الستاير بالولاعة وبرضه يفوق بعد منها
ويحاول يغطي المكان اللي اتولع فيه مثلا في الستارة. وفي مرة الهمس كان قوي على كريم، لما جده كان عنده لقى كريم جاي عليه من ورا منه بسكينة، بس من حظ كريم إن هو فاق على آخر لحظة يا ملحمين، وجده هو بيقول له أنت عايز مني إيه؟ بس يا ملحمين وقتها الموضوع اتلم وقال له إن هو ما يقصدش يعمل حاجة زي كده يعني. وفي مرة كريم لمح الطفل ده وهو جنب منه، وكان لسه هيهمس في ودنه علشان كريم يحط إيده على ودنه ويعيط غصب عنه. كريم بقى خايف ومش عارف ايه اللي بيحصل له، خايف يعمل حاجة ويندم عليها، بس هو ايش يخاف. الساعة كانت 2 بالليل، ما كانش كريم مدرك باللي هو بيعمله، وإن هو ماسك جيركن بنزين وكان عمال يغرق في أوضة أمه وأبوه بهدوء، وهم أصلا نايمين ولا هنا. هو كان بيحاول يقاوم الشيء اللي هو متملكه، لكن ما كانش عارف، علشان هو مهمين يقف على باب الأوضة ويقوم داخل لأبوه وأمه ويقفل الباب ويقفل كمان بالمفتاح وواقف قدامهم علشان يصحى أبوه وأمه على ريحة البنزين ويقولوا له أنت بتعمل إيه يا كريم؟ وإيه ريحة البنزين دي؟ أبوه كان بيقول له كده وهو مش قادر يتملك نفسه ولا عارف يرد عليه، علشان يسمع صوت الهمس ويلاقي نفسه بيطلع الولاعة. وأمه تقول له أنت بتعمل إيه؟ أنت بتعمل إيه يا حبيبي؟ أمه بتقول له كده وهي بتترعش، وتلاقي كريم برضه بيشغل الولاعة وأبوه بيقول له أنت بتعمل إيه يا مجنون؟ أبوه بيقول له الكلمة دي وهو بينط من على السرير علشان برضه كريم يرميها وتمسك في السجاد اللي على الأرض، علشان أبوه يجري ناحيته هو وأمه وهو بيقول بعد عن الباب يا مجنون أنت مش طبيعي. بيجري ناحية الباب وبيحاول يفتحه بس معرفش، فقام يجري على كريم عشان ياخد منه المفتاح عشان يقول له هات المفتاح. وأمه برضه تقول له اديله المفتاح يا كريم يا ابني. وكريم واقف أكنه مشلول ومش عارف يتحرك. صوت النار بدأ يعلى وبقت تمسك في السرير وفي كل حاجة تقريبا، علشان أبوه يمسكه ويحاول يطلع منه المفتاح. علشان هو أبوه بيحاول يطلع المفتاح من جيب كريم، أمه تشهق شهقة وتفضل تخبط على ظهر أبوه وهي بتشاور على حاجة جنب كريم، وعلشان أمه تبص لباباه وهي حاسة بالذنب، وأبوه على ملامحه الضيق والزعل علشان يبص كريم من وش الطفل ولقاه مختلف عنهم، ملامحه فيها تشوهات. والمشهد اتغير علشان الطفل يقعد مع أم كريم في نفس الأوضة، وجد كريم اللي هو أبوه قاعد مع أبوه في الصالة، وكان بيقول له بقول لك ايه، ما تطلقها، مش كفايه ان هي جايبه لك طفل شبه الشيطان. علشان ام كريم تحط ايديها على ودن الطفل علشان ما يسمعش. شاف بعد منها كريم مشاهد كتير فيها دايما ان الطفل ده محبوس في اوضه، بس مش اي اوضه يا ابو اليمين، لا الاوضه اللي فوق، والاوضه اللي فوق دي دايما مقفوله. علشان المشاهد تكمل ويشوف كريم ان كل ما كان بيجيلهم ضيوف لباباه ومامته يعني كان دايما الطفل ده بيكون محبوس في الأوضة اللي فوق، وإن هو ممنوع ينزل منها وإن ما ينفعش حد يشوفه حد. وفي يوم من الأيام والطفل محبوس في الأوضة، كان هو قاعد على السرير، ووقتها الجو حرر عن المعتاد وهو كان قاعد بيتفرج على التلفزيون اللي ضرب فجأة، والمشترك اللي جنبه يطلع منه شرار قبل ما تظهر منه يا مجنون شعلة من النار. الولد اتخض والنار مسكت في الفرشة اللي تحت المشترك، علشان الولد يجري على باب الأوضة حاول يفتحه بس كان مقفول بالمفتاح علشان النار تمسك في الترابيزة الخشب اللي تحت التلفزيون. وبدأت بعد منها يا مجنون تمسك كل حاجة في الأوضة علشان الطفل يبدأ يخبط على الباب، وبدأ ينده بابا ماما أي حد ينقذه علشان يجي مشهد تاني والمعازيم اللي قاعدين أهله يبتسموا. بس في نفس الوقت في لحظة تعجب سامعين صوت طفل بيصرخ، وفي نفس الوقت محدش طلع عليه. الواد بدأ يصرخ وقعد يقول افتحوا الباب افتحوا الباب، والنار مسكت كل حاجة علشان ملحمين الطفل يبعد عن الباب اللي بقت النار ماسكة فيه ويجري بعد ما النار حوطت الأوضة كلها. فهو جري على ركن الأوضة وفضل يعيط فيها، وده المشهد اللي دايما بيشوفه كريم. كان خايف ومرعوب يا ملهمين، وبدأ يهمس وهو بيقول افتحوا الباب افتحوا الباب الحقوني، وعمال يعيط. بعد فترة مش قليلة الباب اتفتح علشان والد وأم كريم يقفوا على باب الأوضة وهم مصدومين ناحية الجثة المحروقة والطفل مرمي في ركن الأوضة على جسمه، كفيلة إن هي تنهي حياته بساعتها. والنار كانت أسرع منهم وهم كانوا واقفين على الباب
بيصرخ. المشهد كان صعب على الكل، والمشهد ده كان آخر مشهد يشوفوه قبل ما الأوضة كلها تبقى عبارة عن كتلة نار. اللي اتبقى من الأوضة دي كلها بعد الحريق تيشيرت واحد بس، والتيشيرت ده كان تيشيرت أنس، واللي لقوه تحت السرير علشان يرجع بذاكرته كريم ويفتكر التيشيرت اللي خده من الدولاب علشان يقطع منه حتة ويمسك بيه الكنكة من الله علشان يفوق كريم من اللي هو فيه ويجري على أوضة باباه ومامته. وفي لحظتها مامته كانت واقفة وهي منهارة وعمالة تقوله أنا آسفة يا أنس، سامحني يا حبيبي. والطفل بان على وشه علامات استفهام لأنه ما كانش متوقع الكلام ده. جسم والد كريم كان عمال يترعش وهو بيعيط وبيقول سامحني سامحني يا أنس، سامحني يا ابني، أنا آسف، أنا استوعبت اللي حصل لك، نفسي الزمن يرجع، سامحني يا ابني. علشان علامات الاندهاش تظهر على وش الطفل، علشان كريم والطفل يكرروا نفس الكلام في نفس الوقت ويقولوا هما الاتنين بس انتوا كنتوا بتكرهوني وقلت عليا ان انا شيطان، علشان ترد عليه امه وتقول بحسرة احنا اللي شياطين، انت ملاك والله لا اشوف ولا اشوف حد في حنيتك، سامحني يا ابني، سامحني يا أنس. علشان الطفل يمسح دموعه وهو بيقول أنا كنت خايف علشان كريم يشوف أبوه وأمه وهم بيقربوا عليه، بدأ يحضنوه وهم كمان بيعيطوا علشان يسمع صوت كلام بهمس وهو بيقول أنا كنت عايز حد يفتح لي الباب بس، واختفى قبل ما كريم يحس إن هو قادر يسيطر على جسمه. علشان كريم بعد منها يفوق ويطلع المفتاح من جيبه ويفتح الباب ويخرجوا كلهم. كريم لولا ان ابوه وامه معاه ما كانش هيصدق باللي حصل ده، كان اول مرة في حياته يشوف حاجة زي كده. كريم كان بيسمع عن الموضوع ده بس قليل، زي ان هو كان بيسمع كلام من ابوه وامه وهو بيقولوا أنس احنا ازاي عملنا فيه كده، ربنا يسامحنا. ولما كانوا بيتكلموا في الموضوع ده كانوا بيدخلوا يقفلوا عليهم باب أوضتهم. ومن يومها كريم بدأ يشوف أبوه وأمه وهم بيحاولوا يكفروا عن ذنوبهم كل الطرق الممكنة يا ملهمين. أو خلينا نقول إن كريم هو اللي لاحظ ده متأخر علشان مامة كريم تطلع صورة كانت مخبيها لأنها كانت هيئة وجهه كانت بتطلعها دايما، بس كل ما بتطلعها كانت بتعيط. علشان كريم يومها يجمع سبب خوف والده المبالغ فيه، فهم دايما ليه كان بيزعقله لما بيقفل على نفسه الأوضة. بس للأسف ساعات الندم بيجي متأخر وبيجي في وقت ما ينفعش في الندم. بس هنرجع ونقول برضه إحنا بشر وبنغلط وياما هنغلط، بس لازم نسيطر على عقلنا ومشاعرنا ونبعد عن كلام الناس اللي عمره ما هيخلص يا مطلوب، ونرضى دايما بقدر ربنا ونفهم حكمته. بس المشكلة إن كريم برضه لسه بيحلم بأنس وهو بيقول أنا كنت خايف وكنت عايز حد يفتح لي الباب بس. وهنا تبقى الحلقة خلصت يا ملهم منك ليه. ما تنساش تسيب لي لايك وكومنت في رأيك وتعمل نسخ لرابط الفيديو عشان ننتشر أسرع وأسرع ملهمين، ودايما في تطور مستمر على القناة. دعمكم ليا، واللي عنده برضه قصة حابب إن هو يشاركها معايا يقدر يبعت لي هنا. سلام عليكم.